السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في برنامج الحريف. أول حاجة يا ريت تعمل اشتراك في القناة ولايك، مش هتخسر حاجة، صباعك مش هيوجعك، يعني كلنا اخوات ما فيهاش حاجة. طبعا كلنا شفنا مباراة الأهلي وإنتر ميامي، بس حابين نتكلم شوية عن المباراة ونحللها ونشوف أداء اللاعبين. بصراحة هو الأهلي عمل شوط أول ممتاز. أنت بتلعب الأهلي وميسي، يعني باقي اللعيبة اللي حاطينهم دول 10 لعيبة محطوطين جنب ميسي عشان لو محتاج حاجة حد يجيب له حاجة من بره، حد يجيب له يشرب ولا حاجة. الشوط التاني بقى تحس لعيبة الأهلي بدأوا يفكروا هم يجيبوا العيال وهم رايحين، بقى مستغربين، بقى كله يقول لبعضه هو ده ميسي يالا. تحسهم خلاص بقى كله سايح على بعضه، اللي بيعرف يعمل حاجة يعملها وكله ماشي على الله. بس أنا عايز أفهم حاجة، هو تريزيجيه ماسك في ضربة الجزاء ليه؟ هو أنت صاحب الكرة؟ يعني الناس هتعايرك في البلد لو سبت الكرة. ما زيزو وسام جولك واتحايلوا عليك وعملوا لك قعدة عرب وقالوا لك هندخلك جمعية وهتقبل الأول، ليه الفزلكة؟ لازم يكون صلاح جنبك يعني عشان تسيبها. اديك دخلتنا في حسبة بقى مين هيكسب مين ومين هيتعادل مع مين، والحمد لله ان بالمرة هتعادل مع بورتو والدنيا هي ماشية حلاوة يعني. كملوها بقى للآخر. نيجي بقى للمعلم البرنس اللي مفيش منه ثمانية على الكوكب، حسين الشحات. ده احنا اللي شحاتين يا عم حسين. ايه يا راجل العظمه دي؟ انت ضيعت على نص الشعب المصري صلاه الفجر يا جدع. نفسي ادخل جوه دماغك وقت الهجمه دي واعرف كنت بتفكر في ايه. اربع لعيبه على اتنين وانت مكمل ماشي على طول اكنك بتلعب على الدائري. نأجر لك طيب 100 متر فاضيين في اكتوبر تلعب فيهم لوحدك لو الناس دي مضايقاك. طب وانت خايف على ميسي؟ راجل كبير وصايب عليك الجرط لو جبت جون. هو جدك يا ابني. ما انت بعد الكوره دي ما صعبناش عليك يا اخي. انت عملت ايه طول الماتش ونزلت ليه اصلا؟ ما اعرفش المدرب طب مسلفه فلوس بتذلوا بيها. عيب يا جدع مش كده. نيجي بقى للفكهاني، رائد الضحك في مصر، الحاج قفشه. ما اعرفش نزل ليه برضه. هل هيوقع اللعيبه من الضحك؟ طب ما فيش اي دور يا جماعه، ما قلنا ما تاكلوش لحمه هناك، كفايه كوميديا يا عم قفشه. اقفش اي حاجه يا عم قفشه. يا راجل انت قاعد ده كله في الاهلي بسبب الجون اللي جبته في الزمالك. ندخل بقى على المدرب بتاع الحواوشي اللي ما نعرفش هو جاي منين. طب انت لعبت الشوط الاول وهاجمنا، كمل بقى زي ما انت. سبتهم ضغطوا علينا الشوط الثاني ليه طيب؟ ليه زيزو ينزل في الدقيقه 14 يطلع في 79 ما دفعش ارضيه؟ طب ليه بن رمضان يطلع؟ ما كان شغال كويس. بقيت حاسه قاعد على الخط بيكلم المساعد يقول له اللي تلاقيه حلو طلعه. ركزوا بقى شويه الماتش الجاي عشان انا شامم ريحه النغمه بتاعت كل مره خروج مشرف بتاعت المنتخب. والنبي يا جدعان نفسنا في دخول مشرف، كفايه خروج. واللي بيتفرج لحد دلوقتي ما عملتش اشتراك ليه لحد دلوقتي ولايك، هتبقى انت والشحات وقفش عليا. كان معاكم الحريف، سلام.